السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستكمالا للتصاريح المسؤولين الجميلة، زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، بتبقى مش من خارج الصندوق او مش افكار من خارج الصندوق، هي افكار من خارج المجرة، افكار من خارج الكوكب، من خارج البشرية. فاحنا عندنا هنا وزيرة البيئة الاسبق طلعت تصريحات عظيمة جدا، عظيمة، تنم عن فكر عالي، اداء عالي. السلام عليكم يا جناب العمدة الافخم. وعليكم السلام يا داهية الدواهي. قالت ان احنا في مصر محتاجين في مصر علشان نواجه تغيرات المناخ مبلغ تافه بسيط لا يذكر، فكة، شوية فكة. محتاجين بس يا سيدي فضلة خيرك علشان نقدر نتكيف حتى 2030، مش حتى مثلا 2500، لا حتى 2030. يعني المبلغ ده علشان لما نوصل 2030 نبقى احنا متكيفين وطاسة عمرانة وكله زي الفل. مبسوط كده؟ تمام كله كده. 300 تريليون دولار بس مش محتاجين حاجه تانية اكتر من كده. يا سلام على عجلك النوي. انا تقريبا سمعت الجمله ديت من حد كده يعني بس ما كانش الرقم كده. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. الست تقريبا مش عارفه ان الاقتصاد العالمي 123 تريليون، الاقتصاد العالمي كله بسلطاته ببابا غنوجه 123 تريليون. هي الست محتاجه 300 تريليون علشان تتكيف للتغيرات المناخيه بس. الحشيش تمام. يعني محتاجه انها تدخل جمعيه مع الكوكب كله على ايرادات الكوكب كله وتقبضها الاول لحد 2030، كل سنه تقبضها الاول. تصريحات جميله، تصريحات عظيمه، تصريحات عبقريه، ما اقدرش اقول حاجه عنها.